التحرير. ضحى، ما هي آخر تطورات المشهد عندك في الميدان؟ هل أنت في الميدان أم في شارع محمد محمود؟ يلا يلا يلا. أيمن، أنا في مكان ما في ميدان التحرير، حيث معي الدكتور أحمد وبعض الأشخاص الذين ألقوا القبض على بعض الشباب كما ترى على الكاميرا، يقولون نعم. أنهم كانوا يثيرون الشغب ويلقون بزجاجات مولوتوف. قبل أن أتوجه بالحديث معهم سأتحدث مع من قبض عليهم وأسأله لماذا قبضتم عليهم أصلا. أهلا بك. اهلا بحضرتك. ايه اللي حصل؟ اللي حصل زي حضراتكم عارفين كلكم، الميدان دايما بيتعرض لاختراقات، بيتعرض لبعض الفئات اللي بتبقى مندسة علينا. زي ما حضراتكم شايفين احنا النهارده بنتعرض لمسجلين، بنتعرض لاطفال الشوارع، كل ده مخترق داخل الميدان، بيثيروا الشغب، بيحاولوا يعملوا فتن، بيحاولوا يفتعلوا مشاجرات. ازاي؟ زي ما بقول لحضرتك، يعني في اولاد منهم كانوا ماسكين في نبل وحاجات، فبيحاولوا يثيروا الشغب في شارع محمد محمود ويكسروا التهدئه اللي حصلت من امبارح بالليل. وفي اولاد تانيين او اشخاص منهم كانوا موجودين في قلب الميدان بيفتعلوا المشاجرات، وبعضهم بيحاولوا يسرقوا موبايلات، يسرقوا حاجات من مسجد عمر مكرم او من بعض الاماكن الاخرى وهكذا. يعني دلوقتي انا عايزه اعرف دول ايه تهمتهم بالظبط اللي خلتكم تشكوا فيهم؟ هل ان هم كان معاهم نبل، ولا ان هم كان معاهم مولوتوف، ولا ان هم كانوا بيتخانقوا مع الناس في الشارع، ولا ان هم كانوا بيسرقوا؟ ما هو زي ما بقول لحضرتك، هو كل ده مجتمع متوزع عليهم بدرجات متفاوته. بعضهم كان في الشارع محمد محمود مع النبل وبيحاول يعمل مشكله، وبعضهم كان متلبس بالسرقه في مسجد عمر مكرم، والبعض الاخر قعد افتعل مشاجرات في قلب الميدان. وفي المجموعات بتاعتنا اللي بتحاول انها تحافظ على نظام الميدان وعلى تامينه لاحظت الناس ديت، وقدرنا الحمد لله نتعامل معاهم. ولكن يعني انت قلت في البدايه ان هم اطفال شوارع. اطفال الشوارع دي ما هياش تهمه. لا، اطفال الشوارع ما هياش تهمه، لكن لما يبقى اطفال الشوارع موجودين هنا في المسجد بغرض السرقه، ولما يبقى دي ظاهره متكرره جدا بنعاني منها طول هم كانوا في المسجد ولا عند محمد محمود؟ لا يا فندم، في منهم في المسجد، وفي منهم لقيناهم في محمد محمود. فطفل الشوارع معروف ان هو اما بيتسول او بيبيع حاجات معينه او بيقف في اماكن معينه. مش طبيعي طفل الشوارع ان هو يبقى موجود بيسرق جوه المسجد، او ان هو يكون واقف بيهيج الجماهير في مكان خاص بالصلاه. يعني بيهيج الجماهير ازاي؟ زي ما حضرتك عارفه، هو معظم المشكلات بتحصل من اولاد سن 14 15 سنه. يعني بيعملوا ايه؟ بيحاولوا يشتبكوا ناحيه الفاصل اللي محطوط بيننا، يحاولوا يشتبكوا مع الجيش، يحاولوا كان هناك اعداد كبيره من المتظاهرين الغاضبين يتجهوا الى هذا الحاجز ما بينهم وبين الشرطه عشان بسبب الغضب. هو مش كده الصوره بالظبط، هو الصوره ان بعض الشباب منهم الشباب زي دول، ومنهم شباب تاني مجرد بس حماس. يعني انا سؤالي هل انتوا حفاظا على الهدنه الان قررتوا ان تقبضوا على كل العناصر التي تحاول كسر هذه الهدنه، ام ان هناك ما هو ابعد من ذلك فيما يخص هؤلاء؟ لا طبعا في ابعد من كده. هو الفكره كلها ان احنا لاحظنا وتاكدنا ان في عناصر بتطلع من بره ميدان التحرير، بتيجي من عابدين، بتيجي من شارع محمد فريد، بتيجي من شوارع جانبيه محيطه بمحمد محمود، مش من جوه ميدان التحرير. والعناصر دي دايما هي اللي بتبقى مسؤوله ومتسببه في تهييج الجماهير واطلاق الشراره الاولى. فاحنا النهارده يمكن كان في كثافه هناك، الكثافه دي كان معظمها ناس كبيره بتحاول ترجع الشباب الصغير ده لجوه الميدان. نعم. طب ده مثلا عمل ايه؟ انت اسمك ايه؟ اسمي صبري. صابر، انت عملت ايه؟ كنت بساعد الحاجة بتاعت الدكتورة، كنت بعملها بتاع خل بتاع ابيض كده، وكنت برجولها وكنت بقفله لها. بس معدي كنت بولع صور، الراجل بيقول لي ارميها، برميها، بقول له يا عم طب انا ارميها ليه؟ بيقول لي ده عشان حرام. قلت مش داخل الجامع، واحد خدني الجامع بيقول لي ما بتصليش، قلت له ما بعرفش اصلي. خدني كنت داخل اصلي، الناس ما رضيتش تدخلني، طلعت قام راح الراجل قام راح قفشني. بس بيقول لي تعالى ما تخافش يا حبيبي، احنا نوديك حته كويسه. جيت هنا قام راح مش عارف ما جيت هنا. يعني اكيد كنت بتعمل حاجه. كنت بتعمل ايه؟ ما كنتش بعمل حاجه، اسالي كمان الدكتوره اللي تحت. سمعت المغرب قلت اخش اصلي، الراجل قال ما فيش اطفال يا ابني بتخش تصلي تحت. نزلت كنت رايح اكمل مع الدكتوره اللي تحت، قام راح قفشني، مش عارفه قفشني ليه. طب انت مسكته ليه؟
لا مش انا اللي مسكته، هو حضرتك زي ما قلت لحضرتك في ناس في الميدان بتبدا حد مسكه جابه لكم؟ بالظبط كده بيجيبه لنا، واحنا بنحاول نتحقق من الواقعه. اذا ثبت صحتها بنتعامل معاها. هتثبت صحتها ازاي؟ ما هو اللي جابه لك مشي. لا حضرتك اللي جابه لي ما هوش بيروح اللي جابه لي يبقى انا عارف اسمه وبعرف بياناته، بتحقق من الواقعه في مكانها، بشوف اذا كان معاه هو، اذا كان جاي لي مثلا بيقولوا لي ده متهم بالسرقه بفتشه، بشوف اذا لقيت معاه احراز، لقيت معاه حاجه مش بتاعته، موبايلات، ساعات، كذا، بيبقى كده. ماذا عن هذا الشخص؟ الاستاذ احنا فوجئنا بيه مدفوعا من شخص ما بيحاول ان هو يعمل فتنه معينه في الميدان، وبيحاول ان هو يقدم بعض المبالغ الماليه لبعض المواطنين. مبالغ ماليه؟ لاثاره بعض الفتن، ولكن هو تعاون وتطوع وحاول يقدم شهاده ويثبت هذه الواقعه بحسن نيه. وان شاء الله لسه الموضوع في طور التفاوض، لان احنا نشوف، بس هو ابدى حسن نيه وهنشوف الموضوع هيوصل معاه لايه. طيب انا هتكلم معاه. لا يعني اتكلمت كتير بس ما اتكلمتش معانا. هو دلوقتي بيقول ان انت كان معاك فلوس بتوزعها على الناس، هل كان معاك فلوس بتوزعها على الناس؟ انا مش هتكلم معاكي خلاص، انا اتكلمت خلاص، اتكلمي مع حد تاني. يعني هل فعلا كان معاك فلوس كنت بتديها للناس، وكنت بتديها للناس ليه؟ مش هتكلم معاكي خلاص، انا اتكلمت معاهم والناس قالوا كل حاجه وعرفوا كل حاجه. عرفوا ايه؟ انت موافق على اللي هو قاله، ان انت فعلا مدفوع من بعض الجهات ومعاك فلوس وبتوزعها على الناس؟ انا مش هتكلم في الجزيره خلاص. طيب ننتقل الى شخص اخر. انت هنا ليه مثلا؟ انا هنا مولع فتيل وبنزين، واقف مع الشعب يعني عادي. يعني انت يعني لما مسكوك كنت واقف فين؟ واقف عند المسجد، مسجد عمر مكرم. بتولع بنزين هنا ليه؟ ما ولعتش بنزين هنا. بتقول انت بتقول اي حد بيولع، اي حد في المسجد بيقابل اي حد في الشارع بيجيبوا على هنا، صغير كبير زي ما انت مش شايفها. طب انا بسالك دلوقتي، هم مسكوك ليه؟ ليه دي بقى عايز اعرفها منك انت بس، مش اكتر. يعني عيل صغير عيل كبير بيجيبوا خلاص يعني، بس هم جايبين انا برضو بسبب يعني حوار تاني يعني وكده. طيب اتكلم معاك انت برضو، جايبينك هنا ليه؟ مين اللي جايبك؟ اخر واحد. لا انا اخر واحد، خش على دول. جايبينكم انتوا هنا ليه؟ انا دخلت على الجامع الصاير، بس دخلت وطلعوني ما اقول لها بس كمل، ما تجيبش سيره. مالكش دعوه بيسيبوك كده. ماشي. انت جيت هنا ازاي يا حبيبي؟ يعني قبضوا عليك ليه ولا مسكوك ليه؟ انا كنت ماشي كده، لقيتهم مسكوني كده بيقولوا لي تعالى. يعني انت كنت بتعمل ايه ساعتها؟ انا كنت ماشي، ما كنتش بعمل حاجه، والله ما كنت بعمل حاجه. طيب انا اتكلم مع حد تاني برضو موجود هنا. انت جابوك هنا ليه؟ مين اللي قبض عليك؟ انا كنت نايم في التحرير ماشي، وقمت الصبح دخلت الجامع الشطف، قلعت الشبشب بتاعي طلع عشان البسه، ما لقيتش الشبشب بتاعي. رحت سالت واحد بقول له انا عايز الشبشب، الوقت الشبشب اتسرق. قال لي خد اي شبشب قديم مركون على جنب بتاع حمام بتاع اي حاجه، خده وامشي. خدت اي شبشب وماشي. قال لك لا انت حرامي بقى، انت بتسرق الجزم وبتاع. ولا انا حرامي ولا اعرف اي حاجه ومش في اي حاجه، وخدوني وضربوني. بص بس انت دلوقتي يعني عادي يعني انك تاخد شبشب وتمشي بيه؟ طب ما انا الشبشب بتاع السرقه هعمل ايه؟ طيب ما انا لو معايا فلوس ما كنتش اشتريت واحد. ما انا بقول له سالت الشيخ، بقول له يا شيخ انا عايز شبشب، الشبشب السرق. قال له خد اي شبشب قديم بس يكون شبهه. قلت ماشي. طب انا عايز اسال حضرتك برضو، انت هنا ليه؟ انا كنت ماشي في الميدان، ماشي اقعد حضرتك. انا كنت ماشي في الميدان، لقيت واحد زي الدكتور كده بيقول لي تعالى وبيرخم عليا، انت بتعاكس البنات. المهم يعني شكلت معاه، فلقيت واحد طويل كده راح واخدني، بقول له انت واخدني ليه؟ كان في عمليات تحرش بالسيدات امبارح كتير جدا، هل انت كنت واحد من الناس اللي كانوا بيتحرشوا بالسيدات امبارح؟ لا المهم خدني يعني هو بيتبلى عليك؟ معرفش. وبعدين ناس كتير هنا ضربوا. بيتبلى عليك ليه؟ هو يعرفك؟ ما يعرفنيش بقى، معرفش. هو يعني ناس كتير ضربتني، وواحد عورني في دماغي معلش ارجع لك تاني يا استاذ احمد، لانه يعني مثلا اللي جنبي ده
يعني انا مش عارفه، عيل صغير يعني، انا مش عارفه، انا مش شايفه برضو حاجه تقول انه كان في اثاره للفتنه وان هم مدفوعين من ناس من بره ومعاهم فلوس عشان ما اعرفش يعملوا ايه. يعني ده مثلا لو معاه فلوس مش هيجي بيها الميدان اصلا. لا حضرتك، هو مش كله بيبقى مدفوع له فلوس عشان يجي بيها الميدان، يعني في طفل صغير بيخش بيسرق. فالناس يعني انتوا يعني انتوا دلوقتي في حاله تنظيم لما سمعتوا انه في سرقات بتحصل وانه في تحرش بيحصل، انه انتوا بتجيبوا الناس بعد ما بتقبضوا، بعد ما بتجيبوهم هنا. استاذ مثلا النهارده الناس اللي بتحاول تنظم في الميدان لقيته بيفتعل مشاجره في مكان ما، فتم السيطره عليها وتهدئه الموضوع بين مشاجره بين اي حد بتحصل، فخلاص فوجئنا بيه بيفتعل مشاجره والثانيه والثالثه في اكتر من مكان، وفي الاخر الموضوع بقى اكبر من ان احنا نسكت عليه. فلا تعالى انت كده مثير للشغب يعني. فهي الموضوع ان احنا بيبقى فيه ظواهر معينه بتبدا تظهر وبتبدا تزيد، فبنحاول السيطره عليها. نعم اشكرك. انتوا معاكم بطايق؟ معاكم بطايق؟ اشوفها كده ممكن ناسيها عند واحد؟ يعني انت جاي ميدان التحرير من غير البطاقه؟ انا معيش بطاقه. اهدوا عليا دي انا هفضل اتكلم في سنين، مش ساعه ولا ربع ولا، بس اهدى عشان انا عايز اعرف انت هنا ليه. بقالي اسبوعين. انا عايز اعرف انت هنا ليه. انا اقول لك انا في ميدان التحرير وعلى اللي حصل وعلى اللي عمل، بس اهدى بس. لا انا مش عايزك تقولي على ميدان التحرير، انا عايز اعرف انت هنا ليه. انا هنا ليه؟ مخطوف. اسمع بس، ده انا اقول كلام بس اللي يفهم. صلى على النبي. البتاعه دي هاتك سنه كده. الاول احب اصبع على الجزيره واقول كل سنه وانتم. احنا هنهزر ولا ايه؟ هنهزر؟ ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. مصر هتفضل طول عمرها مصر زي ما هي. انا عايز اعرف دلوقتي الاستاذ بيقول عليكم بتسرقوا. هل انتوا فعلا بتسرقوا الناس في الميدان؟ عايزه تترقى الناس دي، عايزه. طيب نحن سنكتفي بهذا القدر من الحوار. اتفضل. باذن حضرتك ان زي ما قلت لحضرتك كده، يعني بالاضافه للسرقات، بالاضافه لافتعال المشاجرات، في بعض الصبيه من دول مسكناهم بيبيعوا حبوب مخدره، بيبيعوا بانجو، بيبيعوا سجاير، حشيش، كذا. طبعا احنا عمر التحرير ما سمحنا فيه بهذه الظواهر المسيئه، فاحنا دايما بنحاول ان احنا نحافظ على مظهر ميدان التحرير. يكفينا من القاف التشويه في الاعلام الرسمي، فاحنا بنحاول نظهر صوره التحرير الحقيقيه وان شباب التحرير. بس السرقه حاجه، وانه في ناس داخله ومعاها فلوس وبتوزع فلوس على المتظاهرين دي حاجه تانية. زي ما قلت لحضرتك هو كل الانماط متعدده، واحنا مطلوب مننا نواجه كل ده، بالاضافه انت كانك بشكل غير مباشر بتتهم اللي في التحرير ان هم قابضين. لا طبعا مش لازم، لا بالعكس يعني ممكن اللي جاي ده بيدفع فلوس عشان خاطر يفضل لي الاعتصام ده، عشان خاطر يغري الناس ان هي تتخلى عن اهدافها. يعني ولكن هل وارد فعلا ان واحد معتصم جاي عشان مطالب وقاعد بقاله 5 ايام او 6 ايام مستحمل الغاز المسيل للدموع، لما يجي واحد زي الاستاذ كده يديله مش عارفه 100 جنيه يقول هيروح؟ هو مش معنى ان انا اعرض الرشوه على موظف عام ان هو يكون موظف مرتشي. انا ممكن اعرض الرشوه لكن هو مش لازم يستجيب. انا لما عرضت الرشوه دي جريمه. اذا سنكتفي بهذا القدر من الحوار. على الاقل نقلنا لكم جانب ما يحدث في اماكن في ميدان التحرير. كان فعلا هناك عمليات سرقه ونشل كثيره في ميدان التحرير خلال الايام ال6 الماضيه. كان هناك ايضا عمليات تحرش جماعي بسيدات كثيرات هنا في ميدان التحرير، اخرها نقلناه اليوم على الجزيره مباشر مصر، او جزء منه على الهواء مباشره. هناك ربما من تطوع أن يحاول أن يحمي ميدان التحرير من هذه الأشياء التي تحدث فيه، ولكن حتى نوضح فقط الصورة، نحن ننقل هذا الوضع كما هو، كما وجدناه نحن في قناة الجزيرة مباشر مصر، ولكم كل التعليق، ولكم أن تروه بالشكل الذي ترونه. أعود الآن إلى الزميل أيمن عزام في استوديوهاتنا في الدوحة. شكرا للزميلة ضحى.